السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في افضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل عام وانتم بالف خير وصحة وسعادة. عيد سعيد، عيد مبارك عليكم وعلى الامة الاسلامية والعربية جميعا بالف خير يا رب، اللهم امين. طقوس واجواء اول يوم العيد، والكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة، الحاجات الجميلة اللي عملناها مع بعض سوا ما شاء الله. طبعا لازم بقى تشكيله حلوه كده من التسالي السوداني، على شوكولاتات، على بسكويت بشوكولا، على الترمس بقى القمر. شايفين حتى نسيت ان انا احط معاه الليمون. وده بقى القمر اللي احنا شايفينه مع بعض، ده بسكويت اللانكشاير. عملته، بس ان شاء الله هنزل لكم الفيديو قريب، لان الصراحه مش لحقت خالص انزله لكم، عايز مونتاج وعايز حاجات كتير جدا، فمش لحقت. ان شاء الله انتظروني الفيديو القادم يكون بسكويت اللانكشاير. ودي الاء كده كانت بتجهز نفسها وبتسرح شعرها. كملوا معايا للنهايه، في مفاجآت حلوه جدا في الفيديو. كمان هنعرف قضينا ليله العيد فين، وفطرنا اخر يوم في رمضان فين بالظبط. كانت مفاجاه جامده جدا بالنسبه لي الصراحه، وبالنسبه لاولادي كمان. يعني هنشوف مع بعض حاجات حلوه جدا في الفيديو ده، مختلفه وجميله ولذيذه. وهنا الاء بتوريكم الطقم بتاعها. ايه رايكم في طقم الاء؟ والشنطوطه القمر دي عايزه اقول لكم تحفه جدا، كيوته قوي الصراحه. يعني ابهرتني انا وخالها محمد، اخترناها سوا فابهرتنا جدا فجبناها. يعني الصراحه كان شكلها تحفه قوي ما شاء الله. الطقم ده بقى عايزه اقول لكم يعني يعتبر انا وبنوتاتي الاثنين، يعني ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب، يعني مطقمين احنا الثلاثه. هنشوف سوا مع بعض دلوقتي، قلت لكم كملوا معايا، في حاجات حلوه جدا هنشوفها سوا. منتظره رايكم جدا في التعليقات. احلى اخوات في الدنيا، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب، وربنا ما يحرمنا منكم ويديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين. ودي مريم، شايفين بقى؟ والشنطوطه بتاعتها القمر دي برضو عجبتني جدا. يعني بصوا شايفين الشكل عامل ازاي يا جماعه، وكمان من الاتجاهين، فما شاء الله كان يعني كنت حاساها انساتي كده وجميله خالص. مبروك عليهم يا رب. وده بقى الكابتن مصطفى ابني، ربنا يحفظه يا رب. كل عام وانتم بالف خير. عيد سعيد مبارك، عيد الفطر، اعاده الله علينا بالخير واليمن والايمان والبركات، اللهم امين. ايون يا لو ايون العيد فرحه وهنا حبيت ان انا اصبح عليكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يديمكم نعمه في حياتي، ما يحرمنيش منكم ابدا يا احلى واغلى اخوات في الدنيا. وده كان غدانا في اول يوم العيد، عباره عن ايه؟ رز حبايه وحبايه، اللي هو الاصفر بالزعفران، زي ما احنا ما شايفين ما شاء الله جميل جدا. هو يمكن الاضاءه مش ظاهره ان هو حبايه وحبايه، لكن هو كان كده ما شاء الله كان جميل. وفراخ في الاكياس الحراريه، يعني عايزه اقول لكم اقسم بالله كانت طعمها وريحتها حكايه. فراخ مشويه يعني على حق طعمها كان تحفه جدا. الخلطه والصوص كانت تحفه. في تكايه صغيره جدا هبقى اقول لكم عليها في الخلطه دي، ان شاء الله نبقى نعملها سوا. اضفتها يعني المره دي، لكن بجد ادت طعم زياده تحفه تحفه تحفه. وهنا بقى كنا وصلنا عند والدتي، وزي ما احنا ما شايفين واصلين متاخرين جدا، بس ده لاني ودي كانت اول مره، بس ده لاني كنت سلمت على خال عمامي وعمتي ويعني سلمنا على حبايبنا كده وعيدنا عليهم، وبعدين جينا شايفين بقى الاجواء ما شاء الله. وهنا اخويا عبد الله حب ان هو ياخد التليفون يعمل بيه جوله في الشقه كده، زي ما انتم عارفين يا حبايبي، ده اول عيد ليهم في البيت الجديد، ربنا يجعله خير وبركه عليهم يا رب، اللهم امين. دعواتكم يا احلى اخوات في الدنيا. عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وكل عام وانتم بخير. يسرنا ويطيب لنا بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك اولا الحمد والشكر لله عز وجل، ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالحمد لله كثيرا والشكر لله كثيرا. الحمد لله دائما وابدا، وربنا يا رب يديم كل حاجه نعمه في حياتنا. وهنا بقى وصلنا لليوم اخر يوم في رمضان، وكان فطرنا في اخر يوم رمضان فين، وقضينا ليله العيد فين؟ في عروس البحر الابيض المتوسط، اسكندريه الجميله اللي بجد حلوه جدا بجوها وناسها وميتها الجميله جدا. كانت مفاجاه جميله قوي بالنسبه لنا، كانت حاجه جميله ولذيذه ومختلفه. كان يوم حلو قوي. الوقت ده كان الساعه كام؟ كانت الساعه 4:30 أو 5، يعني كان في الوقت ده حوالي تقريبا كده.
زي ما انتم شايفين انا مشيت اصور من جمال البلد وهدوءها. يعني طبعا لسه ما فيش مصايف، ما فيش اقبال على البلد، فكانت يعني يعتبر الناس اهالي البلد هم اللي موجودين فيها وبس. تحياتي لكل الناس الجميله اللي في اسكندريه ولشعبها الجميل بجد. بلد حلوه جدا وجوها حلو قوي. كان نفسي الصراحه انا والولاد ان احنا ننزل يعني ونقعد على الكورنيش شويه وعلى البحر شويه قبل ما نروح للفطار، لكن كنا حابين نحجز الاول الفطار لان ما كناش لسه حجزنا. كان في مطعم موجود كنا عارفينه يعني في اسكندريه، يعني كل ما نتصل ما كانش يكون في رد، فقلنا يمكن مش بيشتغلوا في رمضان او حاجه. في مطعم تاني بقى هندخله دلوقتي ان شاء الله مع بعض. عايزه اقول لكم ده يعني جبار، هنشوف مع بعض باذن الله. هنا بوريكم من الميه والجو والسماء ما شاء الله. الجو كان برد جدا على فكره، الوقت ده بيكون برد شويه. انا كنت عارفه والله، بس وكنت قايله لولادي ان انا هجيب لهم جواكت برضو علشان السقعه، لكن برضو للاسف نسيت خالص. هنا احنا كنا في المطعم مصطفى ومريم بتدور على القطه. يعني عايزه اقول لكم كان في المطعم قطه بتلف حوالين مننا تقريبا طول الوقت على الترابيزه تحت. الاقيها تحت، اتخضيت منها. انا بتخض من القطط الصراحه جدا. هنا لؤى عايزه اقول لكم كانت بتطلع على الكرسي جنب مننا وقعدت على رجل مصطفى ابني يعني، بس قلت له بقى قوم اغسل ايدك كويس عشان تعرف تفطر. وده كان الفطار بتاعنا. كنا طالبين فرخه مشويه وطالبين كفته، بس الفراخ المشويه ما كانتش لسه اتوفرت، فما قلنا خلاص تمام كنسلناها يعني. والمقبلات. وهنا ده بقى كان طاجن عكاوي لا طاجن ريش بالورق العنب. المكان ده حلو قوي، ده اسمه بلبع. انا مش بعمل شهره لحد ابدا، لكن بجد يستاهل. عايزه اقول لكم كمان ان الخبز عندهم العيش بيتعمل طازه، هم اللي بيعملوه ما شاء الله، يعني هو يستاهل الصراحه، شابوله. هنا بقى رجعنا خلاص بعد ما فطرنا وتمام على الكورنيش بقى، بس ده مساء يعني شفناه مع بعض بالنهار وبالليل. هنا ده كوبري ستانلي، ده معروف جدا في اسكندريه زي ما احنا مش شايفين. الصراحه زوجي هو اللي قال لي صوريه، منظره حلو جدا وبجد فعلا هو قامه وقيمه، يعني شكله تحفه جدا. شايفين مع بعض الجو والاجواء حلوه قوي. كمان كانت جديده بالنسبه لنا ان احنا نقضي ليله العيد في اسكندريه، لا دي كانت حاجه جميله خالص. المفاجاه دي كانت من زوجي، قال لي يلا هنروح نفطر اخر يوم في رمضان، هنفطروا في اسكندريه. قلت له ازاي، ورايا 50 حاجه وحاجات كتير جدا، وما كنتش مصدقه الصراحه، لكن كانت احلى مفاجاه. هو كل سنة بيفطرنا يوم في رمضان، يقول يعني ارتاحي شوية من المطبخ بقى والطبيخ والحاجات دي كلها وتعالي افطركم بره في يوم في رمضان. فكانت جميلة جدا. وكمان دايما انا بختار اخر يوم او اخر يومين، يعني لان طبعا بيكون الواحد عنده توضيب كتير والشقة وحاجات كتير جدا، فبنرتاح بقى في اليوم ده. ربنا يخليه لنا يا رب وما يحرمناش منه ابدا ويبارك لنا في عمره، اللهم امين. حبيت ان انا اصور لكم كده الاجواء الجميله والايام اللي قضيناها في العيد. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. وما ينفعش طبعا نمشي من اسكندريه غير لما ناخد من عند عزه القنبله، الايس كريم والقشطه والمكسرات والرز بلبن. تحفه جدا يعني، حاجه جامده جامده يعني. الف هنا يا رب. والايس كريم ما شاء الله. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش باللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم.